السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوا الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. النهاردة جايه لكم بفيديو جديد. هعمل معاكم العدس بطريقة جميلة جدا وتحفة. تعالوا معانا نشوف الطريقة هنعملها ازاي. معايا بقى طماطم، ومعايا فلفل قرن فلفل اخضر، ومعايا بصل وجزر، ومعايا فصين من الثوم، والعدس بتاعي غسلاه ومصفياه. هنزل بقى بالعدس لمنشن كده. هنزل بقى بالبصل والفلفل والطماطم، شويه جزر يكونوا حلوين كده عشان يخلي العدس بتاعنا مسكر ولونه حلو. فهنزل بقى بالمكونات بتاعتي واقلبهم كده، وبكده بقى هنزل بالميه على المكونات بتاعتي واقلبهم وارفعهم على النار. وكده شكل العدس بتاعي وهو بيستوي على النار قرب يستوي، قلت اوريهولكم. كده بعد ما العدس بتاعي استوى، شايفين لونه وشكله وريحته جميلة جدا. كده بعد ما برد بقى ضربته في الخلاط، وكده جاهز معانا. حطيته على النار بقى، وهنزل عليه بفلفل وبهارات وملح وهقلبه. هعمل له بقى شوية شعرية كده، لو مش حابة تحط عليه شعرية برضك عادي. انا هحمر له شوية شعرية. هحمر الشعرية بقى لغاية ما تاخد معانا اللون الذهبي، وهنزل على العدس بالشعرية. هقلبهم بقى واسيب الشعرية تستوي في العدس، وبعد ما تستوي بقى وتعالوا نشوفه بعد ما خلص معانا. كده العدس بتاعي بعد ما خلص عملت له بصلايه كده محمره هيطلع على الوش، ادينا طعم حلو برضو جميل جدا، وريحته وطعمه تحفه. شويه عدس سكر سكر سكر. جربوه بالطريقه دي مش هتندموا، جميله جدا. متنسونيش بقى بلايك وكومنت حلو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.